من بعد مسلسل فايكنجز ومن بعد مسلسل جيم اوف ثرونز وانا بدور على عمل يسحلني معاه يخليني حرفيا مش قادر انام قبل ما اخلصه ويدخلني جوه اجواء العالم بتاعه. فهل مسلسل زوس اباوت تو داي قدر يعمل كده؟ قصه مسلسلنا فيها خطوط كتير قوي اساسيه وفرعيه، من كتر الخطوط حرفيا انا مش عارف احكي لكم انه قصه واقول لكم ان هي دي قصه المسلسل. بس في منطلق المسلسل بيحكي عن زمن حكم الرومان، وبيكون في امبراطور بيختار الخليفه بتاعته، فالابن التاني من كتر الغيره بيقرر ان هو يقتل اخوه اللي الامبراطور اختاره. ده خط من الخطوط الاساسيه، وهبقى سطحي قوي بصراحه لو قلت لكم ان دي قصه العمل. الكاست بتاع المسلسل بتاعنا بالمناسبه قوي جدا، في انتوني هوبكنز وايوان روين ورامسي اللي كان في مسلسل جيم اوف ثرونز، في ممثلين كتير قوي جامدين. مبدئيا كده يا جماعه المسلسل ده وانا بتفرج عليه حسيت ان شغفي للمسلسلات بدا يرجع تاني. لوهله كده حسيت بالوقت اللي انا كنت بتفرج فيه على مسلسل بريكنج باد وجيم اوف ثرونز، ودي حرفيا اكتر حاجه انا حبيتها، ان هو قدر يرجعني شغفي ان انا اشوف 10 حلقات في يومين. زي ما قلت المسلسل بتاعنا متقسم لخطوط كتير جدا، ودي حاجه حبيتها جدا بصراحه، عشان هو مش بيسيب لك فرصه اللي انت تزهق، ينقلك من خط اساسي لخط فرعي لخط رومانسي، وكل ده بسلاسه مش طبيعيه. زائد ان كل الخطوط حرفيا شيقه جدا بنفس المستوى تقريبا، مفيش خط كنت بتزهق وهو على الشاشه. وكمان بالمناسبه يا جماعه السي جي اي والديكور وكل الكلام ده حرفيا خرافي، ده من اجمل الاعمال اللي انا شفتها بتتكلم عن روما وعن الحقبه دي، ومعمول باتقان مش طبيعي. من كتر الاتقان بيحسسك ان انت عايش في المدينه بطريقه كبيره قوي. وبصراحه انا حاسس كده ان فيلم جلاديتور 2 هيتعمل في نفس المكان ده. انا مش متاكد من المعلومه دي، بس اتمنى من كل قلبي، علشان حرفيا الديكورات والمكان ده مش طبيعي. وعلى فكره مسلسلنا تحس ان هو ميكس لطيف قوي بين مسلسل جيم اوف ثرونز وبين فيلم جلاديتور 1، تحس ان هما الاثنين اتجوزوا كده وخلفوا لنا المسلسل ده، والميكس معمول باتقان شديد جدا وحبيته قوي بصراحه. والتمثيل يا جماعه انا مش هقدر اتكلم على التمثيل، حرفيا تمثيل خرافي. في ممثلين ادائهم جبار، وفي ممثلين اللي هم اقل اداء ما يعتبرش اداء سيء، هو اداء عادي. وبرضه على فكره هو واخد من جيم اوف ثرونز مبادئ كتير قوي وحاجات مهمه قوي، زي مثلا ان كل الشخصيات رماديه، يعني مفيش شخصيه شريره شر مطلق ومفيش شخصيه خيره خير مطلق، بمعنى ان ممكن الشخصيه اللي انت كنت بتكرهها في اول المسلسل تحبها في اخره والعكس صحيح. وحاجه كمان متاخده من جيم اوف ثرونز، وهي ان المسلسل ده واقعي جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن شخصيه انت تكون متعلق بيها جدا وتموت في احداث المسلسل. وبصراحه اكبر ميزه بالنسبه لي هو تاثير الفراشه، بمعنى ان انت بتشوف ازاي تاثير اصغر عبد في مسلسل ممكن ياثر على الامبراطور ذات نفسه، وكل ده بيحصل بسلاسه مش طبيعيه. فبصراحه دي كانت حاجه جميله قوي بالنسبه لي. والميزه الاخيره معانا بقى هي المشاهد القتاليه في المسلسل ده، بصراحه انا حبيتها جدا ورهيبه بطريقه مش طبيعيه. ننتقل بقى بعد كده على العيوب، هم مش كتير بصراحه، بس في حبه حاجات زاولتني. مثلا موضوع الصدف، وان في اكتر من صدفه في المسلسل ده، بصراحه انا ما حبيتوش قوي، وحسيت ان هو مصطنع بطريقه كبيره. في الاعمال الدراميه احنا بنتطرق للصدف لو ما كانش في حلول، انا بصراحه كنت شايف ان كان في حلول ممكن تتعمل بطريقه احسن من كده. انا مش هحرق عليكم الصدف حصلت في اي مواقف بالظبط، بس المسلسل بتاعنا فيه صدفتين ثلاثه كده مش لذاذ. حاجه كمان وهي تمثيل تايتوس اللي هو الامبراطور اللي ابن انتوني هوبكنز، حاسس ان هو ميسكاست بطريقه كبيره، وكان ممكن يكون في ممثل تمثيله افضل من ده بشويتين ثلاثه. وطبعا اكبر عيب بالنسبه لي هو المشاهد الشذوذ ومشاهد الجنسيه والمشاهد المقرفه دي كلها، بصراحه الموضوع كان لا يطاق. ننتقل بعد كده على فقره تقييم الممثلين، ونبتدي بالامبراطور انتوني هوبكنز. مش اقوى ادواره بصراحه، بس يظل انتوني هوبكنز بالكاريزما بتاعته وبكل حاجه، فتقييمي ليه هو 8 من 10. جوجو ماكاري بقى بصراحه كان اداؤه فوق الطبيعي واداؤه كويس جدا، لان هو كان قايم بدور دوميشن، وتقييمي ليه هو 8.5 من 10. ايوان رود بصراحه تحفه، والممثل ده حرفيا اكتشاف، وتقييمي ليه هو 8 من 10. ديمتري ديوداس برضو كان تمثيله لذيذ، بس ما كانش فيه لحظات دراميه معينه، وتقييمي ليه هو 7.5 من 10. سارة مارتينيز بصراحه كانت رهيبه ومن افضل الاداءات اللي انا شفتها في المسلسل ده، وتقييمي ليه هو 8.5 من 10. مسلسل زوس اباوت تو داي هو حرفيا مسلسل خرافي ويستاهل جدا ان انت تشوفه. زي ما قلت هو مسلسل قريب قوي لجيم اوف ثرونز وجلاديتور، فبصراحه مسلسل خرافي. انا متوقع نزول 5 أو 6 مواسم منه على الاقل، ولما دول ينزلوا هيكون من افضل المسلسلات في التاريخ. تقييمي لمسلسل زوس اباوت تو داي هو 8.5 من 10. لو انت شفته وعجبك فانا ارشح لك 3 اعمال هم شبهه جدا. اول عمل هو مسلسل فايكنجز، ثاني عمل هو مسلسل ذا لاست كينجدم، وثالث عمل والاخير هو مسلسل جيم اوف ثرونز. سؤال الحلقه بالنسبه لكم كان ايه افضل اداء في المسلسل بتاعنا؟ يا ريت لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه. اشوفكم على خير في حلقات كتير جدا جايه، وسلام.